مين قال عشان ناكل اكل حرش لازم نروح لاخر الدنيا؟ تعالوا بقى اقول لكم، وانا في مصر الجديده باكل اكل حرش واكل الاكيله قوي وحرفيا مش للقلوب الضعيفه فين. وابتدي بمكان محدش تقريبا يعرفه غير انا واتنين كمان، موجود في ميدان تريام، في بيعمل قطره فراخ انت ممكن تاكلها في حياتك. والمكان اسمه عش الفروج، وانت اصلا في المكان هتحس انك رجعت بالزمن كده يمه 40 سنه. وهو عنده وجبه مسخن بجد عالميه، الفراخ مستويه جدا وطريه قوي، وكمان العيش اللي تحت ده بقى عليه بصل بالسماق بجد عالمي. وهو عنده حاجات كتير قوي ممكن اصلا ابقى اعمل له فيديو لوحده. بعدها ندخل على احلى كوبايه قهوه تركي ممكن تجربوها برده في تريام، في عند بن محمود عامر. واللي يعرف المكان ده عارف انه عنده احسن بن تقريبا في مصر الجديده كلها. بس المهم بقى نفصل ونريح، علشان احنا داخلين على معمعه كبيره قوي بعد كوبايه القهوه دي، علشان داخلين على اشهر رغيف في مصر اللي غرقان بالليه، في طاسه كبده وسجق اصلا مستويين في الليه. بقول لكم اكل النهارده مش لاصحاب القلوب الضعيفه خالص. وطبعا انتوا كده عارفين ان عند ابو كريم اللي في ميدان الجامع، وهو عامه باكج كده مع بعض، وتاكل من عند ابو كريم وتحبس بديناميت من عند ابو حمامه. ايوه هو